يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بالقناة. وصفتنا اليوم هي الكنافة بالقشطة. رح نعمل العجين ونشكلها ونحشيها خطوة بخطوة سوا. لهي الوصفة منحتاج كوب من الطحين، نص كوب من النشا، ملعقتين من بودرة الحليب، ملعقة من زيت النباتي، ربع ملعقة صغيرة من الملح، كوب وربع من الماء. نخلط المقادير سوا، الطحين والحليب والنشا والزيت والملح والمي. منصب المزيج بكيس الحلويات ومنسكره. نعمل ثقب كتير صغير بالكيس مشان نشكل فيه العجين بشكل دائري مباشرة على الصاج بدون ما نضيف عليه زيت. إذا ما عندكن صاج فيكن تستخدموا صينية تيفال وتشكلوا العجين على الغاز. أهم خطوة بهالمرحلة بعد ما نشكل العجين نقيمه مباشرة مشان نضل محافظة على قوام الطري وما تاخد قوام قاسي. بعد ما خلصنا من تشكيل الكنافة بنتركها لتبرد وبعدين نستخدمها. بعد ما بردت الكنافة بنفصل العجين عن بعضها وبنقطعها قطع صغيرة. منحضر ربع كوب من السمنة والسكر الناعم والقالب بدنا نشكل فيه الكنافة. منضيف حوالي ملعقتين من السكر الناعم على حسب الكمية اللي عم نستخدمها مشان تعطي الكنافة قرشة كتير طيبة. وبعدها بنضيف السمنة ونحركها منيح لحتى تشرب كل الكنافة السمنة. منضيف أول طبقة من الكنافة ونضغط عليها منيح مشان تتماسك. ومنضيف القشطة. إذا حابين تعملوا قشطة بالبيت منزلة الطريقة عندي على القناة، بنصحكم تجربوها بهالوصفة لأنه بتعطي نتيجة كتير طيبة. منضيف الطبقة الثانية من الكنافة ومنحطها بالفرن حوالي 25 دقيقة لحتى تستوي وتاخد اللون الذهبي. وهيك الكنافة صارت عنا جاهزة. منقلبها على جاط التقديم، منحطلها القطر البارد ومنزينها بالفستق الحلبي ومنقدمها. إن شاء الله يكون كل شي واضح بالنسبة لإلكن. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكن كل جديد، وأي استفسار اكتبولي بالكومنت.